مين كان في تحقيق مع الزناري ومحمد صبحي، وكلنا أشدنا بالموقف القوي والمنضبط من مجلس إدارة نادي الزمالك. طبعا بعد توقيع عقوبات غليظة على اللعيبة واستبعادهم من مباراة بيراميدز وإيقافهم وتحويلهم للتحقيق، كل ده يعني رتم سيستم، نظام جديد، عهد جديد في نادي الزمالك، وكلام محترم جدا جدا جدا. ونادي الزمالك بيعيد الانضباط الغائب كثيرا عن نادي الزمالك في هذه الفترة، وده مطلوب جدا جدا، ان اللاعب يعرف التزاماته لدى ناديه، لدى جماهيره، لدى منتخب مصر، لان اللعيبه كلهم دوليه. محمد صبحي حارس مرمى منتخب مصر، فتوح الظهير الايسر الاساسي لمنتخب مصر. الجميل ان اللعيبه اعترفوا بخطأهم، لكن هناك كواليس كثيره جدا. اللعيبه قالت احنا غلطانين، غلطانين، لكن خلينا نعرف ان مجلس الاداره اللي تم انتخابه ده كان من اسبوعين، يعني لسه الامور مفيش تعاملات كتيره مع اللعيبه، وشايف فيه خلاص الانضباط بقى موجود جدا، لدرجه ان كابتن احمد سليمان مشرف عام على فريق الكره متواجد مع الفريق وهيبات معاهم في المعسكر. يعني نزل من المطار من ايطاليا على معسكر اللعيبه تدريب. كل ده جميل جميل جميل، لكن هناك كواليس، والكواليس دايما بتخليك تعرف حاجات كتير جدا. طيب ايه الموضوع القوي اللي عندنا النهارده واللي اثار الدهشه ليا انا شخصيا؟ ان تمت جلسه مع، خدوا بالكم بقى نركز مع بعض شويه، مباراه الزمالك وزد كانت يوم ايه؟ الجمعه، واللعيبه تم ايقافها يوم الجمعه وتحويلهم للتحقيق يوم الجمعه، الى ان يعقد مجلس الاداره اجتماع يوم الاحد. خلاص، يعني انت يوم الجمعه وقفت اللعيبه وحولتهم للتحقيق ومستني اللعيبه يجي يتحقق معاهم، وبالفعل تم التحقيق معاهم. طيب يوم السبت احنا الجمعه، السبت اللي هو قبل اجتماع مجلس الاداره الحد، كان هناك جلسه مع فتوح من اجل اتمام التعاقد. مش فاهم. يوم السبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنى كلام مهيب إن لسه في مناقشات وتحايلات من إدارة نادي الزمالك الجديدة على أحمد فتوح لإتمام التعاقد، رغم الإعلان الواضح والصريح من هذه الإدارة قبل يومين ثلاثة بتجميد أحمد فتوح هو والثنائي الآخرين وعرضهم للبيع، عشان نعرفوا إن المعلن بيتم بحاجة والكواليس فيها حاجات تانية كتير. وللأسف هو ده دايما نقطة الضعف والبوظان اللي داخل نادي الزمالك. اللاعب عارف ان هم فنجرية بق ما بينفذوش اي حاجه، وعيال في قراراتهم. ده اللي نقدر نقوله، انه بيعلن حاجه وفي نفس الوقت بيتم التحايل على اللعيب، وانه بيبوسوا ايديه ورجليه عشان خاطر يتعاقدوا معاه. لسه بعد كميه الاذلال الكبيره ديت من احمد فتوح لاداره نادي الزمالك، سواء المؤقته سواء السابقه سواء الحاليه، لسه بيتحايلوا عليه عشان يتعاقدوا معاه. ولا يهمك يا فتوحي، زي اللي فيهم براحتك، هم يستاهلوا. بالنسبه لنا احنا كاهلاويه والله احنا مش مستنيين احمد فتوح. احمد فتوح انا قلت قبل كده بالاشتراطات بتاعته ديت واسلوبه ده ما يناسبش الاهلي، لا مبادئ ولا قيم ولا ماديات حتى. احنا مش عايزين لعيب يجي يتنطط علينا، لان اي لعيب بيتنطط على النادي الاهلي، الاهلي ما بيسميش عليه. الاهلي ما بيصغرش وبيصغرش نفسه قدام اي لعيب مهما كان حجمه، عكس اللي بيحصل في نادي الزمالك. وده طول عمر دأب وتاريخ نادي الزمالك هو ده. عشان كده بنقوله النادي الاهلي هو نادي المبادئ، نادي المبادئ فعلا وقولا واعمالا. وانت اهلاوي اصيل من عشاق الرياضه المصريه، ادينا لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.